عايزة بس نفرّق ما بين طاعة الأهل وإرضائهم، وإن ما يبقاش عندنا شخصية ومنقادين. يعني الشكوى اللي قبل كده أنا عذرتها شوية، برضه بنت وعندها 17 سنة وتربيتنا بتحكم علينا حاجات كتير. أنت راجل عاوز تتجوز واحدة، والدتك مش عاوزاها، أنت ما قدرتش تاخد قرار سليم إنك تكمل معاها والّا لأ، ما قدرتش تفصل حياتك عن والدتك. طيب أهي الجوازة دي باظت، قُلت تسمع كلام ماما برضه، ماما جوزتك واحدة على مزاجها، جاي تقول إن ما لهاش في الأنوثة خالص. طبعًا مش عشان ما فيهاش أنوثة، لأ، عشان أنت ما اخترتهاش. اللي أنت شايفها ما فيهاش أنوثة ممكن تكون عند راجل تاني كلها أنوثة. اللي أنت شايفها ما تعجبش حد غيرك هيتجنن عليها، بس أنت ما اخترتهاش. تيجي تقول لي بقى العلاقة الخاصة بتاعتكم، أنت كنت مستني إيه؟ تيجي لك واحدة خبرة يعني والّا إيه؟ يعني إيه ما عندهاش أي خبرة حتى في علاقتنا الخاصة مش سعيدة؟ هي المفروض تتدرب برّه وتيجي لك والّا إيه؟ أنا مش فاهمة برضه. دي خيبته هو بصراحة، مالها هي؟ هي المفروض تتعلم برّه وتيجي له والّا إيه بالضبط؟ إنك بقى تظلمها أو ما تظلمهاش، أنت ظلمتها فعلًا، هو الظلم حصل. هتتجوز تاني، اتجوز، بس أنت عمرك ما هترتاح. دايمًا هيبقى ناقصك حاجة. الجوازات كلها سببها ضعفك أنت. فيا ريت القرار الجاي يكون قرار متاخد على أساس، ومش برضه عشان ماما قالت. يا ريت نشوف نفسنا عاوزين إيه، مش اللي حوالينا عاوزيننا نعمل إيه.